بالنسبة لرامز جلال، يعني عايزة اقول لك كلمتين كده صغيرين. معلش، اختك الكبيرة كبرت نفسك يا موكوسة، يروح منك لله. يعني انا عايزة اقول لك على حاجة، انت عشان تعمل ترند وتعمل كده شو وتعمل جماهيرية ومشاهدات عالية، ليه بتعتمد على استهزاء الناس؟ ليه بتعتمد على انك تهزأ الضيف اللي انت جايبه من اول الجزمة اللي لابسها لحد شعر راسه؟ طب انت ترضى تعمل فيك كده؟ طب ليه يعني؟ ولا عشان خاطر جايبينهم بفلوس فبتذلوهم؟ ما هو اي حد بيشتغل بياخد فلوس، مش شرط عشان جاي لك انت بقى مش هياخد فلوس. لا، ما هياخد فلوس عادي، بس عادي احترموه برضو، ايه المشكله يعني؟ انت بتتفرج عليك اطفال وبتتفرج عليك شباب لسه عقلهم لسه مش واعي. لما يتعلموا منك الحاجات دي كلها ويقلدوها مع بعض ونقول ايه المجتمع بتاعنا مجتمع فاشل. طب ما تشوفوا انتوا بتعرضوا لنا على ايه في التلفزيون وبينوا بيتكلموا عن المجتمع بتاعنا مجتمع فاشل؟ بتعرضوا لنا حاجه بتجيب ملايين مئات الملايين المشاهده ومش عايزين عيالنا يقلدوهم. هو احنا نربي عيالنا باليمين وانتوا تيجوا تبوظوها لنا بالشمال؟ وبعدين انتوا جايبين البرنامج ايه؟ جايبينه ساعه الفطار واحنا بناكل، يعني واحنا بناكل اللقمه ما شاء الله العيل بياكل لقمه كده بياخد معاها ايه؟ ما شاء الله خبره ايه بقى؟ خبره ما بعدها خبره في استهزاء الاخرين، خبره في انك تهزأ الاكبر منك، خبره انك تهزأ صاحبك اللي كان حبيبك، خبره انك انت ما تحترمش اي حد، خبره انك تتريق عليه من فوق تحت، خبره انك تنمر عليه. امال بتعملوا اعلانات التنمر ليه؟ ده البرنامج ده كله عباره عن تنمر في تنمر. هو في إيه؟ انتوا بتناقضوا نفسكم، بتعملوا اعلان لا للتنمر وجايبين برنامج اللي هو اعلى نسبه مشاهده في العالم هو التنمر. ايه ده؟ في ايه؟ بلاش بقى استهزاء بالمواطن المصري والشاب المصري والطفل المصري. ارحمونا ارحمونا. احنا مش بنربي عيالنا لوحدنا، احنا في تلفزيون المفروض بيساعد في تربيه العيل ده ان هو يطلع حاجه عدله للمجتمع. انتوا بتضيعوهم اصلا. ارحمونا، ربنا يرحمكم، ارحمونا. انت ابنك كده عادي، مش يعني ما بيقولكش يا بابا